بيقول لك في شاب راح عشان يحط ابوه في دار المسنين. راح وقابل مدير الدار وقال له ايه هي الاوراق المطلوبه عشان احط ابويا في الدار. المدير بص في الارض ورجع بص له كده وقال له اوراق بسيطه جدا، انا عايز بس صوره لابوك وهو بيجري بوالدتك لما كانت راحه تولدك في المستشفى، وعايز صوره وهو فرحان وفرحه الدنيا كلها مش سايعاه لما انت شرفت الدنيا، وعايز كمان صوره لابوك وهو راجع كده من الشغل تعبان والتعب باين في وشه عشان يوفر لك اللقمه انت واخواتك، وعايز كمان صورة لابوك وهو واخدك وفي عز البرد وفي عز الليل بيجري بيك المستشفى عشان كانت درجة حرارتك عالية، وعايز كمان نفس الصورة لما رجع بيك البيت وهو قاعد على الأرض وكل شويه يحط ايده على جبهتك يشوف الحراره نزلت ولا لا. عايز كمان صوره لابوك وهو متحمل قهر الدنيا وذل الدنيا عشان يامن لك مستقبل حلو، وعايز كمان صوره لابوك قبل العيد بشهر كده وهو بيفكر هيجيب لك ملابس ايه، وما تنساش الصوره وهو بيستلف عشان يسدد لك مصاريف المدرسه ويسدد لك مصاريف الدراسه، وكمان ممكن عشان يجيب لك موبايل تتواصل فيه مع اصدقائك. وبص له مدير الدار وقال له وانت صغير كنت انت عنده وهو لما كبر بقى هو عندك، هل ابوك بقى فكر يرميك في ملجأ زي ما انت بتفكر دلوقتي؟ وبالوالدين احسانا.